السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة نحل مع بعض مراجعة على الوحدة الأولى صفحة 38 من كتاب المدرسة التربية الدينية الإسلامية. نقول بسم الله. ما تنسوش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله توصل لكم من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. السؤال الأولاني بيقول لك هنا اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. الإيمان باليوم الآخر بيجعل المسلم هتقول له أكثر حرصا على العمل الصالح. الحج عبادة عظيمة فرضها الله تعالى على المسلمين القادرين على أدائها مرة واحدة في العمر، مش كل عام بقى تروح تحج أو كل 5 أعوام. هي الفريضة هنا بيقولك مرة واحدة في العمر. طيب هنا بيقول لك كان أبو هريرة رضي الله عنه من أهل الصفة. طيب هنا بيقول لك من مظاهر الرفق بالحيوان التي حث عليها الإسلام تقديم الطعام والماء له. أكمل. الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بأن هناك بعث بعد الموت، حيث يحاسب الإنسان على أعماله. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة. اشتهر الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه بكثرة روايته عن النبي. يبقى اشتهر الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه بكثرة روايته عن النبي. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق والرحمة بالحيوانات، حيث قال في كل كبد رطبة أجر. صح وخطأ. الإيمان باليوم الآخر بيجعل المسلم أكثر التزاما بالأخلاق الحسنة. صح. الحج رحلة إيمانية عظيمة نتعلم منها الصبر والتواضع والمساواة. صح. كان أبي هريرة رضي الله عنه غنيا ولم يكن بحاجة إلى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم. تقول له خطأ. الإسلام بيأمر بالإحسان إلى الحيوانات ويحرم تعذيبها أو تحميلها فوق طاقتها. صح. نيجي هنا للأسئلة. بيقولك أجب عن الأسئلة التالية. ما أهمية الإيمان باليوم الآخر في حياة المسلم؟ هتقوله يجعل المسلم حريصا على فعل الطاعات والتقرب إلى الله والبعد عن المعاصي. أهمية الإيمان بيجعل المسلم حريص على فعل الطاعات والتقرب إلى الله والبعد عن المعاصي. ما جزاء من حج ولم يرفث ولم يفسق؟ هتقول له يغفر له ذنبه. يغفر له ذنبه. تحدث عن دور أبي هريرة رضي الله عنه في نقل الحديث النبوي. هتقول له كان ملازما للنبي وكثير الرواية للأحاديث النبوية، وروى حوالي 5374 حديث عن النبي. يبقى كان ملازم للنبي وكثير الرواية للأحاديث النبوية، وروى حوالي 374 حديث عن النبي. كيف يعزز الرفق بالحيوان مفهوم الرحمة والتكافل في المجتمع؟ هتقول له أن الرفق بالحيوان واجب ديني وأخلاقي. واجب ديني وأخلاقي. بيدلان على لين القلب وزيادة الإيمان. بيدلان على لين القلب وزيادة الإيمان. وبكده يا أبطال وصلنا لنهاية الفيديو. حلنا مع بعض مراجعة على الوحدة الأولى صفحة 38 كتاب التربية الدينية الإسلامية الصف السادس. بالتوفيق والنجاح ليكم يا رب. متنسوش حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وشيروا الفيديو لأصحابكم عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة من حل التدريبات والواجبات. مع السلامة.